ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل. يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. اول فيديو في 2023. يا رب سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. عملت النهاردة كب كيك صحية بطريقة حلوة قوي، ولا فيها دقيق ولا فيها سكر ولا فيها سمنة ولا اي حاجة مضرة خالص ولا اي حاجة تتخن. وده شكلها من جوه هوريها لكم دلوقتي. حلوة وهشة وجميلة وطرية وحلوة قوي. الطريقة دي الحقيقة مش طريقتي، طريقة وصفات إيمان عبد الله أو إيمان عبد الله بالإنجلش، وصفات إيمان عبد الله. لازم تعملوا سيرش على القناة بتاعة اليوتيوب دي. هي ليها برضو قناة، صفحة على الانستجرام، بس أنا بصراحة مش عارفاها. أنا عارفة صفحة اليوتيوب. لازم تتابعوها بجد، بتعمل حاجات دايت وصحية خطيرة. ما شفتش حد عمل زيها قبل كده بصراحة. بتتعب قوي في القناة بتاعتها وبتعمل حاجات روعة. انا حبيت اصور لكم الفيديو ده علشان تستفيدوا بصراحة. ولازم كلكم تروحوا تشتركوا وتستفيدوا بصراحة. انا حطيت اول حاجة 4 بيضات وموزتين وبشر جزر او بشر سوري قشر برتقان، او ممكن بشر ليمون. اللي متاح عندك ليمون اوكي، عندك برتقان، ما عندكيش ده ولا ده، فانيليا. كله نفس النتيجة. والسهل بقى ان احنا نضربها في الخلاط. مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود خالص. هض- هضربها كده كويس قوي لحد ما تبقى ناعمة قوي. هوريكم شكلها اهي. بعد كده هضيف بقى تلتين كوباية شوفان سليم زي ما انتوا شايفين كده. كامل الحبة، مش مطحون ولا اي حاجة. حابين تطحنوه اوكي، بس هو كده كده الخلاط هينعمه خالص يعني. معلقتين بيكنج باودر. انا حطيت يعني معلقتين دول كانوا الكيس كله، كيس كيك شيف. وهكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. هعملهم في قالب الكب كيك بتاع تابر وير. انا بصراحة عندي بقاله فترة بس اول مرة استعمله. اللي اشتريته منها قالت لي ان انا لازم اصب فيه مية مغلية قبل ما استعمله، وما بحتاجش ادهنه زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. يا بس مليته مية من الكتل ورحت مفضيه في الحوض وحطيته على الصينية دي. قلت عشان اخاف يعني يتلسع مني او حاجة، فقلت خلينا اضمن يعني. وحطيت فيه الكيك بالشكل ده من غير ما ادهنه ولا اي حاجة. هو بصراحة تحفة وما اتلسعتش واستوت كمان بسرعة اسرع من العادي، ومن جوه مستوية وزي ما انتوا شفتوها، وهوريها لكم برضو اخر الفيديو. حطيتها خدت بالظبط تلت ساعة على درجة حرارة 180 زي الكيك العادي. وبتختبري السوا بتاعها زي الكيك العادي. انا لقيت وشها محمر كده فما حطيتش فيها خل ولا اي حاجة، لان هي باين على وشها ان هي خلاص استوت قوي يعني. طلعتهم بقى كلهم، بصوا بتطلع بمنتهى السهولة. اللي خلاني اجيب القالب ده ان انا يعني قلت يعني اكيد صحي اكتر من القوالب السيليكون اللي بتتباع في محلات الادوات المنزلية العادية دي. عندي برضو منها وكنت عاملة فيها كيك قبل كده على القناة. بس حسيت ده هيبقى صحي اكتر. هو بس مشكلته ان هو 6 بس، يعني هما الكمية اللي انا عملتها خدت 6. يعني لو عايزة تعملي كمية كبيرة هيبقى صغير بقى، هتحتاجي تجيبي 2 تاني. واحد يعني واحد تاني على ده. هوريكم بقى شكلها من جوه. شكلها تحفة وخطيرة بجد. كلتي كيك ولا حطيتي فيه دقيق ولا سكر ولا سمنة ولا اي حاجة تتخن اصلا. يعني ممكن تاكليها كل يوم وانتي ضميرك مرتاح كده ان انتي مش هتتخني. وخاصة بقى في الشتاء. الشتاء بتجوع اساسا. بصوا شكلها، انا بوريها لكم وهي لسه بصوا سخنة بتطلع بخار، يعني لو واضح لكم هي لسه اصلا سخنة. فمش بتفتفت ولا بتفرول زي الكيكة العادية خالص. هشة كده يعني اسفنجية قوي. يا رب تعجبكم. ما تنسوش تشوفوا القناة اللي عملت الوصفة دي، وصفات ايمان عبد الله.